الضباع دخلوا ارض العزه وهم هربانين مذلولين حافيين، ومن اول ما حط رجلهم على الارض وهم بيسرقوا كل حاجه من اهل ارض العزه. فيستغربوا اهل الارض الاصليين عمرهم ما شافوا بجاحه كده، فتحصل مشاكل كتير والناس تروح تشتكي، مش حاسين بامان في ارضهم ومش لاقيين حد يجيب لهم حقهم. فتيجي بريطانيا تقول للامم المتحده اتصرفي انت بقى، ويبقى في سكار جديد وقف في ظهر الضباع الامم المتحده اللي بصت على اللي بيحصل وقالت خلاص يا شباب ما تقعدوش جنب بعض بس كده. وبعدين الضباع دول طيبين، هم بس متضايقين من اللي اتعمل فيهم في المانيا، بس ما تقلقوش الموضوع محلول. احنا نقسم ارض العزه بين الضباع واهلها الاصليين. ارض ايه اللي تتقسم لا مؤاخذه؟ هي بتاعتكم اصلا؟ باشا دول الحراميه، وبعدين ما تقسم من ارض امك، احنا مالنا؟ الامم المتحده قالت انا ملك الغابه دي ومحدش يقدر يقول لي انا اعمل ايه، ونزل يا ابني قرار 181 لاصحابي الضباع الحلوين اللي هديهم 56% من ارض العز. ويلا مش مهم، هنتكرم على اصحاب الارض وياخدوا 44%. اكتر من نص الارض الحراميه هياخدوها على طبق من ذهب. ممكن اشتم؟ قرار العره ده وافق عليه امريكا والامم المتحده والاتحاد السوفيتي. تحس ان الضباع ماسكين عليهم زله في ايه؟ الا العرب ما وافقوش. عاش عروب. 14 مايو 1948 اعلنت الضباع دولتها في ارض العز، ومن بعد التاريخ ده الضباع ما سابتش حته في الارض غير ودمرتها، واي حد يفكر انه يقاوم بيخلصوا عليه. وخدوا البيوت وطردوا الاهالي منها، وهجروا 700 الف واحد من ارضهم. انتهى الوحشيه والبجاحه وقله الادب والربايه. عدي النكبه والدول العربيه ترفض اللي بيحصل، وتيجي بعدها النكسه سنه 1967. فتدخل الدول العربيه في عركه مع الضباع، بس زي ما احنا عارفين الضباع محميين. تبقى حرب الست ايام اللي تخرج منها دوله الضباع بزياده 3 أضعاف، ومعاهم سينا وغزه والجولان والضفه الغربيه. واصحاب الارض الاصليين ما يبقاش ليهم غير 22% من الارض. تيجي حرب اكتوبر 1973 ومصر تقدر ترجع سينا كلها، ومعاهدات سلام رايحه وجايه، وانتفاضات لاهل الارض الاصليين اللي يخسروا فيها ارواح بريئه ملهاش ذنب في اي حاجه، غير ان حرامي هجم عليهم في بيتهم وهم ما قدامهمش حاجه غير ان هم يدافعوا عن نفسهم وعن بيتهم، لحد لما ما بقاش لاهل ارض العزه غير 15% من ارضهم، غزه والضفه الغربيه. تفتكروا بقى اهل الارض هيفضلوا يضحكوا في وش المخاطر؟